الساعة كانت قريبا 3 ديال الصباح، الوقت اللي كيقول عليه الناس القدام، الساعة ديال الجنون، الوقت اللي كلشي فيه كيكون هادئ بواحد الشكل غريب، بحال العالم كامل كيتسنى شي حاجة. العرس كان باقي مستمر، ولكن الجو بدا كيتحول من الفرحة لشي نوع آخر من التوتر. النور في الصالة ديال الدار بدا كيطفى وكيشعل بوحدو، بحال شي حد كيطفيه وكيشعلو. الدقة المراكشية اللي كانت كضرب توقفات، والطبالة بداو كيشوفوا في بعضياتهم باستغراب، حيت ما كانش عندهم شي تفسير. شي عيالات قالوا باللي بداو كيحسوا بالبرد، مع العلم باللي الصيف في مراكش كان سخون بزاف. فجأة صفية اللي كانت كتشطح وسط الصالة مع صحاباتها توقفات في بلاصتها بحال شي تمثال، عينيها كانوا مفتوحين وكيشوفوا في السقف. خلات كل شي وقف وكيشوف فيها. صفية اللي كان كيبان على وجهها الفرحة بدات كيبان عليها الخلعة، يديها بداو كيترعدوا. مراد اللي كان قريب منها جرى عندها وسولها: صفية مالك، شنو شفتي؟ صفية ما جاوباتوش في الاول، عينيها بقاو كيشوف السقف بحال شي حاجة شداها. من بعد لحظات جاوبات وقالت وهي كترعد: شفتها، بنت زوينة بكمام حمرين كتضحك ليا من السقف. الكلام ديالها خلى الرعب كيدوز في الصالة بحال شي موجة. شي عيالات بداو كيزغرتوا بشوية بحال شي نوع من الحماية، وشي رجال بداو كيقراو آيات من القرآن الكريم. مراد اللي كان باقي متأثر من التجربة ديالو في الغرفة العلوية حس بقلبه كيضرب، وحاول يهدي صفية وقال لها: ما تخافيش، راه غير تهيأ ليك. ولكن هو براسو ما كانش متيق الكلام اللي كيقول. فجأة واحد الصوت ديال الغوات تسمع من الجهة ديال الممر العلوي، بحال شي صوت ديال بنت صغيرة كتغوت من الألم. الناس كاملين داروا لجهة الصوت، والخوف بدا كيبان على الوجوه ديالهم. شي دراري صغار اللي كانوا كيلعبوا بداو كيبكيو، وناس اخرين بداو كيهضروا على الجن والدار المسكونه. واحد المرأة كبيرة من العائلة ديال صفية اللي كانت جالسة قالت بصوت واضح: انا قلت لكم ما نديروش العرس هنا، هاد الدار عندها السكان ديالها وما كيبغيوش العراسات. الجو بدا كيتقال، النور بدا كيطفى، وهاد المرة بقى مطفي لدقائق ووسط الظلام. شي عيالات قالوا باللي شافوا شي ظلال كتحرك بالزربة في الحيوط بحال شي اشباح كتجري. وواحد الدري صغير كان كيلعب قريب من الباب ديال الممر قال باللي شاف يد بيضة كتحاول تجرو من الكم ديالو. الرعب بدا كيسيطر على الناس، وشي ضياف بداو كيخرجوا من الدار واحد بواحد كيجريو وهما كيترعدوا. الام ديال صفية حاولت تهدي الناس وقالت ليهم: ما تخافوش، راه غير شي مشكل كاين في الكهرباء. ولكن حتى هي كانت كتخبي الخوف ديالها. مراد اللي كان كيحس بالمسؤولية على صفية وعلى العرس قرر يمشي يجيب واحد الشيخ اللي كان معروف في الحي بالقراءة ديال القرآن والرقية. خرج كيجري للشارع، الساعة كانت تقريبا 3:30 ديال الصباح. الشيخ واحد الراجل شيباني سميتو الحاج عبد الله، كان معروف بالحكمة ديالو وبالقوة والإيمان ديالو. فاش وصل الدار الناس كانوا مجمعين خايفين وكيهضروا بشوية. صفية كانت جالسة فوق واحد الكرسي وجهها مخلوع وكتقول وهي مخلوعة: شفتها كانت كتضحك ليا. الشيخ دخل للدار وهز معاه قرآن صغير وبدا كيقرا في سورة البقرة بواحد الصوت عالي، وطلب بالناس يبقاو هادين. ولكن وهو كيقرا الصوت الغريب اللي كان مراد كيسمعو من قبل رجع، وهاد المرة ولا مجهد وواضح بحال شي غوات جاي من بعيد، بحال شي حد كيغوت من الألم ولا الغضب. ما غاديش
نسمحوا لكم. الصوت كان كيتسمع في الحيوط والناس كاملين حسوا بالرعب. شي عيالات بداو كيغطيو الوجوه ديالهم وشي رجال حاولوا يقراو معوذات. الشيخ طلب من كل شي يخرج من الدار وقال لهم باللي هادشي راه ولا خطير. الناس ما تعطلوش، خرجوا وهما كيجريو، خلاو كل شي وراهم. مراد وصفية بقاو مع الشيخ حيت هو كان مصر يبقى معاهم باش يحميهم، ولكن حتى الشيخ اللي كان معروف بالشجاعة كان باين عليه التوتر. وقال لمراد هاد الدار فيها شي حاجة قوية وما كانش خاصكم ديروا العرس هنايا. من بعد ما الشيخ الحاج عبد الله سالا من القرايه ديال سورة البقرة، جلس مع مراد وصفية في واحد البلاصة خارجة بعيدة على الصالة اللي كانت باقية محملة بالجو ديال الرعب. صفية كانت باقا مخلوعة، عينيها باين فيهم الخوف، وكانت شادة في يد مراد بحال شي درية صغيرة. الشيخ بصوته الهادي ولي فيه الحكمة طلب منهم يسمعوه وبدا كيعاود ليهم على شي حاجة بحال ما بغى حتى شي حد آخر يسمعوه. وقال لهم وليداتي هاد الدار عندها تاريخ قديم وثقيل، ما كانش خاصكم ديروا العرس هنايا. الناس القدام في الحي كانوا دايما كيهضروا على هاد الدار، وانا براسي سمعت القصة ديالها من جدي الله يرحمه. الشيخ بدا كيعاود لهم على التاريخ ديال الدار هادي. 50 عام تقريبا كانت عايشة فيها واحد العائلة كبيرة كانت معروفة في الحي بالكرم وبالطيبة ديالهم. كانت عندهم بنت صغيرة كانت سميتها فاطمة، العمر ديالها ما كانش كيزيد على 12 عام. فاطمة كانت بنت زوينة، عينيها كبار وشعرها طويل، وكانت دايما كتضحك وكتلعب في الداخل ديال الدار. ولكن في واحد الليلة فاطمة غبرات، العائلة ديالها بقاو كيقلبوا عليها ما لقاوهاش. من بعد ايامات لقاو الجثة ديالها في واحد الغرفة مسدودة اللي كان مراد كيسمع منها الاصوات. الناس قالوا باللي ماتت في واحد الظروف غامضة، والبعض قالوا باللي كانت مسحورة ولا مسكونة من الجن. من بعد موت فاطمة العائلة ما قدراتش تبقى في الدار، وبداو كيسمعوا اصوات غريبه بحال الصوت ديال الغوات ديال شي بنت صغيره وشي ظلال كتحرك في الممرات. الجده ديال صفيه اللي كانت كتعرف القصه قررت تسد الغرفه ديال فاطمه وما تخلي حتى شي حد يدخل ليها، ولكن الدار بقات مشبوهه والناس في الحي بداو كيتجنبوها. الشيخ زاد وقال لهم الجن اللي ساكنين في هاد الدار ما كيبغيوش العراسات، كيعتقدوا باللي هاد الدار راها ديالهم، واي واحد كيجي يدير فيها شي عرس ولا فرحه كيعتبروه تدنيس. وهاديك اللي شافتها صفيه واقيلا راها فاطمه ولا شي جن كيتشكل في الصوره ديالها. مراد اللي كان دايما كيشك في هاد الهضره حس براسو كيتزعزع. التجربه ديالو في الغرفه والعينين الحمرين اللي شافهم في المرايه بقاو عالقين في راسو. وسول الشيخ واش هادشي كاين نيت، واش الجن يقدروا يأذيو الناس؟ الشيخ جاوبو الجن عايشين في واحد العالم بحال العالم ديالنا، فيهم طيب وفيهم شرير، ولكن هاد الدار فيها جن قوي وما كيبغيش يشوف الفرح والعراسات فيها. خاصكم تخرجوا من هنا وما تبقاوش ترجعوا. الشيخ دار الرقية الشرعية على صفية وقرأ عليها آيات بالقرآن باش يحميها، وزاد نصح مراد وصفية باش يقراو سورة البقرة كل نهار في الدار الجديدة اللي غادي يتنقلوا ليها، ويحرصوا على الصلاة والأذكار، وطلب منهم يديروا شوية ديال البخور والروايح الزوينين. صفية اللي كانت باقية تحت تأثير ديال الصدمة وعدات الشيخ باللي غادي تسمع كلامه، ومراد اللي كان باقي شاك شوية قرر يتبع النصيحة حيت ما بغاش يعرض صفية للخطر. من بعد داك العرس اللي تحول من فرحة كبيرة لكابوس، مراد وصفية مشاو لدارهم جديدة، ولكن مراد كان دايما كيقول باللي كيسمع شي صوت خافت في النص ديال الليل بحال شي حد كيهمس بسميتو، وكان كيحس بحال شي حاجة كتبعو من ديك الدار، وكان كيحاول يقنع راسو باللي غير تهيؤات.
وصفية من جهتها بدات كتخاف من اي مراية في الدار، وكانت كتجنب تشوف فيها بالليل وهي كتغسل وجهها. وقالت مراد باللي شافت نفس العينين الحمرين في المراية ديال الحمام، ولكن فاش دارت ما كان والو. الشيخ اللي بقى معاهم على تواصل قال لهم باللي الجن ممكن يبقى متعلقين بالناس المدة الا حسوا باللي فيهم شوية ديال الضعف، ونصحهم يزيدوا الاذكار ويحاولوا يعيشوا حياة طبيعية. من بعد كل شيء غادي يرجع كيف ما كان في الاول. مراد وصفية من بعد هاد التجربة بداو كيامنوا بالجن والعالم الخفي، ولاو كيحكيو القصة ديالهم بحذر، حيت كان عندهم واحد الاحساس باللي مجرد الحديث على ديك الدار ممكن يستدعي شي حاجة من جديد. متتبعي قناة نص الليل، كانت هذه هي القصة ديالنا لهاد الليلة. عاودوا لنا في التعليقات واش حسيتوا بالرعب ولا لا، واش عشتوا شي تجربة بحال هادي، وانتوما واش كتآمنوا بالجن ولا كتعتقدوا باللي غير خرافات. الا عجبتكم القصة ديروا لايك، اشتركوا في القناة باش توصلكم كل قصة جديدة. ودابا كنقول لكم خليتكم في امان الله. السلام عليكم.